الخواص بتاعه الخرسانه عاوزين نتكلم عليها. اول خاصيه هي القوام بتاع الخرسانه. قلنا القوام هو درجه بلل الخرسانه، يعني فيها كميه ميه قد ايه، يبقى هي نسبه الميه لنسبه بقيه المواد الجافه اللي جوه الايه، اللي جوه الخرسانه. ايه الغرض ان انا بقيس القوام ده؟ ان انا اتاكد ان التجانس بتاع المكونات الخرسانه مخلوطه كويس، ان انا اتاكد من جوده الخرسانه كل شويه ما فيش حاجه ايه اتغيرت، هي في الاخر كله هيطلع مقاومه واحده. عشان اعمل خلطه مناسبه، كل مشروع يبقى ليه خلطته المناسبه، اكيد حسب الايه المشروع اللي انت هتعمله. قلنا ان بنقيس كميه الميه بالايه، بالووتر سيمنت ريشيو. هقسم لك الووتر سيمنت ريشيو لخمس حاجات. القوام بتاعك ممكن يبقى جاف جدا دراي، ده عشان تعمل القوام الجاف ده تاخد الميه بتاعت الماء بتاعت الاسمنت بس، اللي هو الماء المتحد، والماء الحر تقريبا مش موجود، فالخرسانه بتاعتك تبقى جافه جدا. ممكن يبقى ستيف او صلب، الووتر سيمنت ريشيو بتزيد بقى من 4 من 10 لحد ايه، لحد 45%. ممكن القوام بتاعك يبقى لدن، هو ده العادي بقى في المنشآت كلها. الووتر سيمنت ريشيو العادي يبقى من كام لكام؟ من 0.45 ل 0.55. عادة بياخدوها نص محتوى الاسمنت. كل ما تزود الميه بقى الووتر سيمنت ريشيو يجي لك قوام مبتل وبعدين قوام رخو خالص. القوام الجاف ده انا بستخدمه ممكن في خرسانه سابقه التجهيز ريدي ميكسد، ممكن الخرسانه الكتليه قلنا عليها عشان كتله كبيره انا محتاج القوام بتاعها مثلا في السدود او حاجه، قلنا الضغط اللي بيعملوه على الايه، على الفرم او الشدات. لو كانت الميوعه بتاعتك او السيوله بتاعتك عاليه هيحصل ضغط ايه، عالي. لو هتستخدم دمك ميكانيكي قوام الجاف ده انت مش هتقدر تدمكه باي حاجه عشان تشيل الفراغات اللي ما بينه. لو عندك خرسانه قليله التسليح خالص القوام بتاعك ممكن يبقى صلب. معظم المنشآت بتاعتك تبقى متوسطه التسليح. الدمك بتاعك ممكن يبقى ميكانيكي او يدوي مش هتفرق. فالووتر سيمنت ريشيو من 0.45 ل 0.55. القوام المبتل ممكن يبقى ميكانيكي او يدوي عادي، بس بستخدمه في الخرسانه بقى ايه، كثيفه التسليح. القوام الرخو خالص ده للخرسانه ليه، عشان اضخها او تزود البامبابيلتي بتاعها في الايه، في المواسير. وبالتالي ما بتحتاجش منك دمك خفيف جدا. العوامل المؤثره على القوام اكيد هو زي ما قلنا كده الاعتبارات اللي انت بتاخدها في الايه، في المحتوى بتاع الميه. بس قلنا مش شرط ان الميه تزيد القوام بتاعك ايه، يزيد. ايه هي بقى العوامل المؤثره على القوام؟ اول حاجه نسب مكونات الخلط. كل ما زودت نسبه الركام الصغير بالنسبه للركام الكبير كل ما القوام بتاعك يقل. ليه؟ المساحه السطحيه للركام الصغير كبيره محتاجه ميه اكتر، حطيتش الميه دي القوام بتاعك يقل. يبقى كل ما استخدمت ركام صغير بالنسبه للركام الكبير اكتر كل ما القوام يقل. نسبه الميه للاسمنت الووتر سيمنت ريشيو، زودت الميه اكيد القوام بتاعك ايه، هيزيد. نسبه الاسمنت للركام، الاسمنت عباره عن مواد ناعمه محتاجه مساحه سطحيه كبيره، محتاجه ميه اكتر، ما حطيتش الميه دي القوام بتاعك هيقل. اهم من كميه الاسمنت في القوام عندك نعومه الاسمنت. فلو عندك نعومه الاسمنت بتاعتك قليله، يعني الحبيبات بتاعتك كبيره، مش هتحتاج ميه كتير. انما كل ما النعومه دي تزيد المساحه السطحيه تزيد هتحتاج ايه، هتحتاج ميه اكتر. مش موجوده معاك يبقى اكيد الايه، القوام بتاعك هيقل. يبقى النعومه معاك كل ما تزودها عشان الميه ايه، هتتغلغل جوه حبيبات الاسمنت اكتر، فالتفاعل يبقى احسن، وبالتالي التشغيليه يبقى ايه، يبقى معاك القوام ايه، حلو. لكن لحد حد معين زودت النعومه عنها وانت مش ضايف كميه الميه دي، اكيد معاك التشغيليه هتقل والقوام هينشف خالص، مفيش ميه للايه، للمساحه السطحيه الكبيره قوي. قلنا مقاس الحبيبات، كل ما حجم الحبيبات بتاعت الركام تزيد، الوزن بتاع الحبيبات بتاعت الركام دي كبيره فتقع من على بعضها بوزنها كده، فايه القوام بتاعك يبقى ايه، يبقى احسن.
الزمن، كل ما بتزود الزمن بعد مده الخلط، بعد زمن الخلط وصبيت الخرسانه مع الزمن القوام بتاعك بيقل. لو ما صبتهاش على طول استنيتها لحد لما تنشف اكيد قوامها ايه؟ هيبقى جاف معاك. درجه الحراره، كل ما الجو كان حر اكتر بخار الميه هتتبخر معاك والقوام ايه؟ هينشف معاك، يبقى القوام بتاعك يقل. درجة حرارة الخرسانة ما بتزيدش عن 35 درجة، يعني انت لو صبيت في درجة حرارة زيادة عن 35 درجة اذا الخرسانة اللي بتتصب في المناطق الحارة دي لازم لها نوع تاني من الاسمنت يقلل درجة حرارتها عن درجة حرارة الجو اللي محيط بيها كمان. ده هي هتحدث فيها عمليات إماهة، درجة الحرارة هتزيد كمان عن درجة حرارة المكونات اللي انت سايبها في الحر دي وواخده درجة حرارة الجو. المفروض بأي حال من الأحوال ما تزيدش معاك عن كام؟ عن 35 درجة. الإضافات، قلنا البلاستيسايزر والسوبر بلاستيسايزر، والملدنات الفائقة، دول أحسن حاجة تزود لي الإيه؟ بتزود لي القوام والتشغيلية، بل بتزود لي المقاومة كمان. إذا أنت اللي أحسن من إنك تقلل كمية المية إنك تستخدم إضافات من النوع ده. ليه؟ هتديك هاي سترينث كونكريت. مفيش دلوقتي منشآت محترمة كبيرة شغالة بسترينث كونكريت عادي، لازم يبقى هاي سترينث كونكريت ولازم يبقى عليها الإضافات دي. دي تشغيلية عالية ومقاومة عالية كمان.